يا مساء الخير، أنا دعاء وده فيديو جديد. أنا النهاردة عاملة أكلة تقليدية بتاعت أمهاتنا، بطة مسلوقة ومتحمرة، شوربة البطة بلسان العصفور، ملوخية ورز بالزبدة. أكل مفهوش أي افتكاسة، بس كلنا أكيد بنحب أكل أمهاتنا. فأنا النهاردة بطة دي مغسولة كويس قوي بالملح والليمون، وبعد كده نقعتها في مية وسكر وملح وليمون والكبدة والقنصة بتاعتها. هعمل لشوربة البطة لسان عصفور رز بالزبدة. الكبدة والقنصة مغسولة كويس قوي وهي منقوعة، حاطه لها ليمون وشوية خل صغيرين. انا الملوخية دي بحفظها عندي في الفريزر، هبقى انزل طريقتها. عاملة 3 اكياس، لكل كيس هحط مكعب مرقة، وعاملة راس توم بالكزبرة، معلقة كزبرة كبيرة. ههدي النار قوي وهفضي اكياس الملوخية تسيح على راحتها، مش هعلي عليها النار. شوربة البطة انا حاطه لها بصل وجزر وحبهان. لما غلت نزلت عليها البطة، وانا عامله 3 كوبايات رز تقريبا. لكل كوبايه هحط مكعب زبده، انا مش هحط له زيت خالص، انا عايزه اعمله بالزبده بس. لما هتسيح الزبده انا هنزل الرز مغسول كويس قوي ومصفيه من الميه، هحطه على الزبده واقلبه شويه، اغلفه شويه بالزبده. دول 3 كوبايات عليهم 3 كوبايات ميه. انا بحط الميه للرز مغليه، ما بحطش ميه بارده. هقلب الرز في الزبدة كويس قوي لما تتغلف، وبعد كده هضيف لها الملح والمية المغلية. مش عايزة اقول لكم على ريحة الملوخية من قبل ما اقللها. دي بتتشال بتفضل سنة في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجة. لونها وسمكها والعرق بتاعها كأنها لسه مخروطة. انا غلفت كده الرز كويس قوي، هحط له الملح وهنزل عليه المية المغلية. اما يغلي شوية ههدي النار عليه واسيبه يستوي براحته. هنا انا هقلي الملوخية، انا مقلية بالزبدة. ساعات بقلي بالزيت، اللي بيحب يقلي الملوخية بالزيت مش مشكلة. انا حبيت اعملها بالزبدة. هغمقها شوية، انا مش حاطة ملح مع الثوم علشان انا حاطة مرقة في الملوخية، فمش مش عايزة احط ملح. كده كويسة، هي اتحمرت. هنزل عليها الملوخية. انا ما بغليش الملوخية قبل التقلية، الملوخية بغليها بعد ما احط التقلية، بغليها شوية ومش كتير برضو، تغلي شوية وخلاص وبطفي عليها. لكن لما بطلعها من الفريزر ممكن نحطها على النار، بس على نار هادية قوي. انا هنا هسيبها تغلي شوية عشان زي ما انتم شايفين المرقة تفك. اول ما تغلي واحس ان المرقة فكت خلاص انا بطفي عليها. مش عايزة اقول لكم على الريحة عاملة ازاي. كده هي بتغلي خلاص، المرقة تقريبا فكت. هحط عليها الغطا واسيبها. وهنا البطة استوت. انا البطة بعد ما بتتسلق شلت البصل والجزر اللي كان في الشوربة، واللسان العصفور ده متحمر في الميكروويف من غير ايدام خالص. يعني ما حبيتش احط له اي حاجة، كفاية الدهون اللي في البطة. تقريبا بياخد 3 دقايق في الميكروويف. بحطه في الشوربة اول ما تغلي بطفي عليها. دي معلقة صلصة ومعلقة شوربة ونص ليمونة، حتة زبادي بدهن بيها البطة، وهتتحمر في شوية زيت صغيرين. وهنا انا خلصت. ميرسي جدا على متابعتكم وعلى وقتكم. يا رب يكون الأكل عجبكم. لو عجبكم الأكل نشترك في القناة ونفعل الجرس، وإن شاء الله بدعمكم وتشجيعكم ليا أعمل فيديوهات تانية كتير. ميرسي جدا جدا، ميرسي على متابعتكم. يا رب يكون أكلي بيعجبكم. ميرسي.